رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه، وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة، فلنفسهم خير وللإخوان. وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعان. ما خاب من كان الكتاب إمامه، نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. غابت به وزهت بنبت زروعه، حسنا وآتت أكلها بتداني. لو كان أنزل فوق طود شامخ، لرأيته متصدع الأركان. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن فارفع قدره، واصل خطاك على هدى القرآن. هونا فسير في الأرض لا تعجل بها، ما أنت للتقصير والهذيان. من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان، يدعون ربهم ليصرف عنهم. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن أجزائه، وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة، فلنفسهم خير وللإخوان. وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم تجدد اللمعان. ما خاب من كان الكتاب إمامه، نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. غابت به وزهت بنبت زروعه، حسنا وآتت أكلها بتداني. لو كان أنزل فوق طود شامخ، لرأيته متصدع الأركان.
يا حافظ القرآن 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 فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن هونا فسير في الأرض لا تعجل بها ما أنت التقصير والهذيان من عباد المهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان يدعون ربهم ليصرف عنهم مرأى جهنم ألسن النيران يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني واصدح صوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك الإيمان يا حامل القرآن يا شبل الهدى رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني غابت به وزهت بنبت زروعه حسنا وآتت أكلها بتداني لو كان أنزل فوق طود شامخ لرأيته متصدع الأركان يا حافظ القرآن 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 فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن هونا فسير في الأرض لا تعجل بها ما أنت للتقصير والهذيان من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان يدعون ربهم ليصرف عنهم مرأى جهنم ألسن النيران يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان يا حامل القرآن يا شبل الهدى عليا بغير تواني واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان وقتiga iska sababtiisa maadaama waqtiga uu yaryahay hadalkana uu gaaban yahay uu yaryahay marka insha allahu tacaala waqti sharafta kasoo qeyb gashay macalimiinta waalidiinta ardayda
dhammaantood waan salaamayaa. wasalaamu ullahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh. bacd salaam waxaan bilaaban doonaa insha allahu tacaala bandhigeeni waan bilaaban doonaa. waxaana ku bilaaban doonaa aayado qur'aan ah oo inoo aqriyo ardayda ka mid ah. waa talib cabdullahi farxaan cali, فليتفضل مشكورا مهجورا باذن الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام إلى أقرانك إلهي سبحانه وتعالى نوانفع وحاول نوحيها نشيد رسول مرعي الإله أهلا بكم. وأي باقي دونان مجموعة مرموعة على مجموعة تحية مجموعة من يعلي سلامة أرسل بيتا مرتبة طالب حرسي عبد الحكيم حرسي أسود دوال الصحايا مجموعة التحية. أهلا بكم يا سادتنا، أهلا بكم يا سادتنا، شرفتمونا يا كرام، شرفتمونا يا كرام، شكرا لكم بحضوركم، شكرا لكم بحضوركم، وعليكم منا السلام، وعليكم منا السلام.
فليتفضل مشكورا. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فإن الأولاد أمانة بأعناق الوالدين، والوالدان مسؤولان عن تلك الأمانة، والتقصير في تربية الأولاد قلل واضح وخط فاضح. فالبيت هو المدرسة الأولى للأولاد، والبيت هو اللبنة التي تكون من أمثالها بناء المجتمع، وفي أسرة الكريمة الرشاد التي تقوم على حماية حدود الله وحفظ شريعته، وعلى دعائم المحبة والمودة والرحمة والإيثار، وتعاونوا على البر والتقوى. ينشأ الرجال الأمة ونساؤها وقادتها وعلماؤها، والولد قبل أن تربية المدرسة والمجتمع تربية البيت والأسرة، وهو مدين لأبويه في سلوكه الاجتماعي المستقيم، كما أن أبويه مسؤولان إلى حد كبير عن حفظه الخلقية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكم ممن اشقى وولده كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على الشهوات، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد بالأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. والحديث في صفحات التالية سيكون عن التقصير في تربية الأولاد، وذلك من خلال الوقفات التالية: التحذير من التقصير في تربية الأولاد. من مظاهر التقصير وقد في تربية الأولاد، وقال تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يستريعه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، بالرغم من عدم مسؤولية تربية الأولاد، إلا أن كثيرا من الناس قد فرد بها واستهانوا بأمرها ولم يرعى حق رعايتها، فأضاعوا أولادهم وأهملوا تربيتهم، فلا يسألون عنهم ولا يوجهونهم. وإذا رأى منهم تمردا أو انحرافا بدأوا يتذمرون ويشكون من ذلك، وما علموا أنهم السبب الأول في ذلك التمرد والانحراف، كما قيل: ألقاهم في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبدل بالماء. والتقصير في تربية الأولاد يأخذ صورا شتى ومظاهر عديدة تتسبب في انحراف الأولاد وتمردهم، فمن ذلك ما يلي: وأخيرا أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا النية والذرية، وأن يعيننا على أنفسنا وأولادنا، إنه ولي ذلك والقادر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا سنصل جديد محاضرة قيمة وخصوصا تربية الأولاد. إلهي سبحانه وتعالى عن الوقت أقوى وعدي وأنا المقرأ تهدر ونسنق تعالى سبحانه وتعالى على بيقى. أنا وحيا أنا نشيد وغيناء عندنا مجموعة الزهور وقبلها نشيد صلى الله عليه تصبيحة الأبواب مجموعة الزهور قصر هذا صاحبا إن شاء الله تعالى. الله وبركاته. ضيوف الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأرض والتربة والسقف السربة. الأرض والتربة والسقف السربة كل تعبى الله يا الله، كل تعبى الله يا الله، كل
الله